بعد خسارة الزمالك في الكونفدرالية وخسارته مبلغ 4 مليون دولار، وده اللي كان بيعول على الزمالك لسداد ديونه ومن هنا ياخد الرخصة في المشاركة، فوجئنا اللي كله بالاحتواء وفضيحة جديدة تهز أركان الكرة المصرية بإعطاء الزمالك الرخصة دون دفع الفلوس. ما طبعا هنا أبو ريدة مش هيتحسب علينا زملكاوي بالأونطة. وأنت الآن عزيزي الزملكاوي على باقة الكونفدرالية مش مهمة، وإن هي بطولة زي دورة رمضانية، وإن الدوري عندنا كان أهم من الكونفدرالية، وإحنا أصلا ما كناش عايزين الكونفدرالية. أسمع كلامك أصدقك، أشوف لطمك على خدودك أستعجب. ومعانا أيضا خالد الغندور والحرقان من الجمهور، وطبعا هو الجمهور الأهلاوي، ونجم سابق للزمالك أحمد حسن مكي اللي لعب سنة ولا حاجة في الزمالك، بيقول للجمهور الأهلي بلاش شغل النسوان. ممدوح بيه عباس والعبء الثقيل على اكتاف النادي وجماهيره، ومش هنشق الجيوب ولا نلطم الخدود، عندنا بطولة مهمة يوم الأربعاء والبركة في مين؟ في هنا أبو ريدة. فرح مذيعة قناة الزمالك، واللي يعني مش عارف القهر والظلم اللي هي عايشة فيه دايما، بتقول لك أول مرة أشوف حد ساقط ابتدائية بيعاير واحد في جامعة، وكل واحد يبص في ورقته. طبعا يعني معلش اللسعة على القفا كانت شديدة، ف الله يكون في عونكم. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حلقة إن شاء الله تنول إعجابكم. اوعى تبخل على أخوك الدرع بالشير والدعم واللايك، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل كونفدرالية، قصدي يوصل له كل جديد. وإن شاء الله يلا على بركة الله نبدأ حلقتنا. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، وانصر أهلنا في فلسطين، وأعز الإسلام والمسلمين، واحفظ مصر والأمة العربية والإسلامية أجمعين. نخش على الفضيحة اللي هتهز أركان الكرة المصرية، وهو إعطاء الزمالك الرخصة للمشاركة الأفريقية بعد الأزمات المالية الكبيرة وبعد الديون التي لا حصر لها. إيه يا عم أنت بتقول إيه؟ فضيحة طبعا. برعاية مين؟ برعاية اللي هيتحسب علينا الزملكاوي بالأونطة، هنا أبو ريدة. طول ما هنا أبو ريدة في الكرة المصرية في فساد إداري وقروي على أعلى مستوى. هنا أبو ريدة هنا بيقف جنب الزمالك، وانا مش ضد ان اتحاد الكرة يقف جنب فريق، بس لما تقف جنب فريق تقف جنب كله، مش تسعى ان الزمالك او 10 تسعى للزمالك ان هو ياخد الرخصة الافريقية وهو عليه ما يقرب من 7 مليون دولار ايقافات قيد ولازم تسدد عشان ياخد الرخصة ويشارك في البطولات الافريقية. تقف هنا، ومن الناحية التانية الاقيك ما بتقدمش لاستضافة نهائي دوري ابطال افريقيا عشان الاهلي، وما بتقفش مع الاهلي في نهائي دوري افريقيا اللي اتلعب في المغرب، اللي فوز الاقصى نقلوا المغرب عشان الوداد ياخدوا بالتحكيم وبكله. تقف جنب الزمالك بس تجدول في المديونيات، جدول في المتجدول، انما الاهلي لا. الاهلي انا لا اسمع لا ارى لا اتكلم، لا حتى موجود ولا ليا لازمه. انما الزمالك سمعا وطاعه سيدي. طبعا مش هيتحسب عليهم زملكاوي، فضيحه جديده. ويرجع يقول لك الدوله واقفه مع النادي الاهلي، والاتحاد الافريقي واقف مع النادي الاهلي، والكره الارضيه واقفه مع النادي الاهلي، والتيشيرت الاسود ده المنقط بابيض فاخضر اللي واقف مع النادي الاهلي. انما انتوا ضرايب ما بتدفعوش وعادي وجدول، تامينات ما بتدفعوش وعادي وجدول، كهرباء ما بتدفعوش وعادي لجدول، ديون لاتحاد الكوره عادي جدول، اخر زيزو وناكل حقه عشان ما يبقاش زياده على الفلوس بتاعت الوقف القيد والرخصه الافريقيه عدي. الزمالك بيلطم على خدوده عشان خسر الكونفدراليه، كان هياخد منها 4 مليون بقوا مليون واتخصم منهم عقوبات قبل كده بقوا 300,000. عدي. انا ابو ريده انا هعمل لكم الصح واجيب لكم استثناء من الكاف عشان تشاركوا، انما اقف مع الاهلي في حاجه. الجوابات اللي بتتخبى في القيد في الادراج، الجوابات اللي جت لاتحاد الكره عشان ينظموا دوري ابطال افريقيا النهائي ويتلعب في القاهره للنادي الاهلي، وودي مفيش اي حاجه. انما الزمالك سمعا وطاعه. فاحنا على بشاره فضيحه جديده، ونسمع واحد بقى سفيه يقول لك الدوله واقفه مع الاهلي. تاني حاجه
انت الان على باقة الكونفدرالية مش مهمة ومش عايزينها، وبشير التابعي طالع يقول لك دي دورة رمضانية. فاخبط لي لايك كده الجميل عشان ان شاء الله يعني ايه الحلقة تعلى وتوصل لكل الناس. طيب هي الكونفدرالية اللي انت دلوقتي بتقول عليها مش مهمة واحنا ما كناش عايزينها اصلا. طب 80,000 مشجع راحوا الاستاد ليه؟ وكانوا بيعيطوا ويلطموا على خطوطهم ليه؟ واللي توفى واللي قال لهم انا اخويا مات بسببكم واللي يقول لهم لمجلس اداره ارحلوا كان ليه؟ طالما هي مش مهمه. طيب لما هي مش مهمه كان خالد الغندور بيقول لك دي ب 40 دوري وتساوي 60 كاس. طالما هي مش مهمه ليه اتوصفت بالوصف ده؟ ليه اتوصفت بالوصف ده؟ طب لما هي دوره رمضانيه بشير التبعي كنتوا بتقولوا عليها افريقيا ليه؟ والناس البكاء والانهيار كان على المستوى الاعلامي الابيض كله والجماهير ليه؟ طالما هي مش مهمه كملتوا فيها ليه؟ 4 مليون دولار مش مهمين عشان يفكوا القيد والشحاته اللي انتوا فيها بشير يا تبعي؟ طيب دي ما كانتش هتنفعك في التصنيف؟ ما كانتش هتخليك تشارك في السوبر اللي هتاخد منه جايزه تانيه وبطوله تانيه؟ دلوقتي مش مهم. انما قبلها كان الزمالك بيلعب في افريقيا. قبلها نسمع واحد زي جاليليو يقول لك انتوا بقالكم 15 يوم ما بتلعبوش. صحيح الفضا وحش انما احنا عندنا افريقيا. مش دي برضو كانت افريقيا ولا كانت صباع موز؟ واحد زي اللي اسمه مش عارف مين ماهر اللي كان بيغنوا وشمتان واسمعوا الحدوته وجمهور الزمالك بعديها حرام فكرني بعمرو دياب والله تموت ضحكه بارقه في عيون الانسانيه. وواحده زي مها صبري اللي طالعه تقول لك يوم السبت هنوريكم مين هو سيد افريقيا وهتختفوا من على السوشيال ميديا وهيبقى بطل افريقيا وبطل المغربلين وبطل العتبه والسكاكيني، وعملت لها فيها افلام وحسستنا ان هي رايحه دوري ابطال اوروبا وكاس العالم للانديه وتقول لك افريقيا اللي هي ما شافتهاش اثر بقى لها 25 سنه. ده كله مش مهم. فيعني كان كده رد بسيط على انت الان على باقة الكونفدرالية مش مهمة وان الدوري هو الاهم. فعادي مفيش مشكلة. طبعا الدوري انا بقول لكم والله اعلم يعني ده هيستسلم للزمالك قلبا وقالبا لحسن الدنيا هتولع هتقوم مش هتقعد عشان تبقوا فاهمين. فبس مفيش حد اهلاوي من نفسه الا اللي واثق في ربنا فقط لا غير. انما في الناس دي لا الامور هتتظبط تظبيطه عالية قوي. الغندور والحرقان من الجمهور بيقول لك ايه بقى؟ الاهلاويه فرحانين وكأن الاهلي اللي كسب بطوله. يبقى بلاش اسمع بقى ايه مش بشجع حد غير الاهلي. اول حاجه يا حبيبي اللي جرنا للحته دي احنا فعلا ما بنشجعش حد غير الاهلي. ومش احنا اللي ننزل العتبه نشتري تيشيرتات القاره كلها عشان نشجع الفرق ضد الاهلي. مش احنا. انما لما يكون انت جمهورك بيتطاول على النادي الاهلي والسخريه ومن خروجه من دوري ابطال افريقيا ونلاقي الدنيا كلها احنا ممكن ما نمشيش في الشارع تاني، لا اعاملك بالمثل وادوقك واعرفك يا حبيبي عشان بعد كده تحترم نفسك معايا. تعرف ان انت لما هتقع انا هعمل فيك ايه. ده الكلمه دي ما قلتهاش ليه لجمهور الزمالك في ماتش الاهلي والترجي. ده انت كنت ناقص تتحزموا وترقصوا. ده انتوا كان ناقص توقفوا لنا كل زملكاوي على بيت كل اهلاوي عشان ما ينزلش. بس للاسف مش هتكفوا لان انتوا عددكم قليل. احنا ما بنشجعش حد يا حبيبي. احنا بس بنعرفك الشماته شكلها ايه. والله ولا شماته اللي هو المعامله بالمثل. المعامله بالمثل. انت وغيرك من الزملكاويه ما بيشجعوش الاهلي في حاجه ولا احنا عايزين تشجيعكم اساسا. انتوا تشجيعكم يجيب الفقر يا عم. احنا ناقصين. دلوقتي ما تسمعش. مش انت اللي تقول ولا انت تسمع ولا ما تسمعش. احنا مش شايفينك. احنا بنرد عليك عشان حقوق النادي الاهلي عشان جمهور النادي الاهلي خط احمر هو وناديه وادارته. انما غير كده جمهور الاهلي مش هيشوفك. كذلك الامر لاحمد مكي احمد حسن مكي اللي هو كان بيلعب في حرس الحدود راح الزمالك. يقول لك ايه لجمهور الاهلي؟ بلاش شغل النسوان. شغل النسوان ده انتوا اللي تعرفوه. خليك راجل بلاش شغل النسوان. شغل النسوان ده انتوا اللي تعرفوه. شغل النسوان ده اللي لسانهم يبقى قد كده لما ربنا يمن عليهم ببطوله وينسوا ان هم كانوا شحاتين معدمين دقه وينسوا نفسهم واصلهم. ده اللي شغل النسوان. شغل النسوان التلقيح في قنواتك الرسميه وقعده المصطبه
والفسحه، ويقعدوا يقحوا على زيزو وامام عاشور وبن شرقي والخطيب ومجلس ادارته وسايبين مشاكل ناديه. ده هو بقى شغل النسوان. انما شغل النسوان ده بقى اللي انتوا تعرفوه، انما احنا ما بنعرفش الحمد لله شغل النسوان. جمهور الاهلي العظيم اعظم جمهور في الكون لانه بيشجع اعظم نادي في الكون. مالناش احنا في الامور النسوان والكلام ده. وطالما انت قلت كلمه نسوان على السوشيال ميديا انا هقولها لك برضه يا حبيبي، ما في الاخر كلمه نسوان دي يعني جمع حريم، فاهمني؟ فانتوا اللي تعرفوا الاسلوب ده احنا ما نعرفوش. نخش على الست فرح اللي سابت نكستهم وسابت المطبخ وطالعه تقول لك ايه؟ اول مره كلمه الجمهور المنافس، اول مره اشوف واحد ساقط ابتدائيه وخارج من بطوله افريقيا من بدري بيعاير الواحد في الجامعه وكل واحد يبص في ورقه. ده انتوا لو بصيتوا في ورقتكم هتقفلوا قناه الزمالك. ده انتوا ما وراكوش حاجه غير الكلام على النادي الاهلي. فين بقى بص الورق؟ وبتقول انت ساقط ابتدائيه. ساقط ابتدائيه ده في لعيبه في النادي الاهلي عندها 6 دوري ابطال افريقيا، وانت اتولدتي وكبرتي وترعرعتي وممكن تكوني اتجوزتي وخلفتي وما شفتوش دوري ابطال افريقيا. في ناس اتولدت لحد دلوقتي ما شافتش الزمالك بيرفع كاس افريقيا وان شاء الله مش هيشوفوه باذن الله. وتقول لك ابتدائي. مين اللي في ابتدائي؟ ابو 45 دوري و14 دوري؟ مين اللي يبص في ورقه؟ ابو 39 كاس و29 كاس؟ ولا 13 14 سوبر؟ والله ما فاكر بفضل الله كام واحد. ل4 5 سوبر ولا 8 سوبر افريقيا ل3 سوبر افريقي؟ ولا مشاركات كاس العالم للانديه وال4 برونزيه؟ ولا انتوا ايه بالظبط؟ مين اللي يبص في ورقته؟ ومين اللي في ابتدائي ومين اللي يبص لواحد في جامعه؟ جامعه ايه؟ جامعه القاهره. اتحاد العاصمه خدكوا رايح جاي. هتقولي لا احنا كسبنا 1-0 المباراه انتهت هنا بضربات الجزاء. يعني انتوا اتغلبتوا رايح جاي، يعني اتروقتوا، يعني اتمسح بيكم البلاط، يعني خسرتوا البطوله في وسط 80,000 زملكاوي يمكن هي اللي هم في البلد عامه. وتقول يعني انا ما شفتش كده. اتكلمي على ناديكي، شوفي لعيبتك عملت ايه، مدربك عمل ايه، كسروا جمهورهم ازاي، خسرتوا البطوله ازاي. برضو النادي الاهلي هيفضل عقده، هيفضل كسر عينيكم ودايس على رقابيكم الى ابد الظهر بفضل الله. فده كانت ردود كده من الردود الناريه عندنا في الحلقه النهارده. واطلب منك تاني اوعى تنسى اخوك الدرع بالشير والدعم واللايك، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. السلام عليكم.